السلام عليكم، معكم سليم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نبداو باللاعب الاول، هو لاعب نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي. لهناك انديه عديده راهي حابه تتعاقد مع هذا اللاعب. حسب اخر الاخبار نادي باريس سان جيرمان قدم عرض ب 25 مليون اورو من اجل ضم اللاعب الجزائري ياسين براهيمي. وهناك انديه انجليزيه ايضا راهي حابه تتعاقد مع هذا اللاعب، مثل نادي واست هام ونادي ايفرتون ونادي ارسنال. واللاعب الثاني هو سفيان فيغولي، لاعب نادي وست هام الإنجليزي. لهناك أندية عديدة راهي حابة تتعاقد مع هذا اللاعب، وحسب آخر الأخبار نادي أولمبيك مارسيليا ونادي فينيرباتشي التركي. هذه الأندية راهي حابة تتعاقد مع اللاعب سفيان فيغولي. واللاعب الآخر هو اللاعب إسحاق بالفضيل. هناك نادي إيطالي كبير راهو حاب يتعاقد مع هذا اللاعب، وهو نادي نابولي الإيطالي. وهذا النادي أيضا راهو حاب يتعاقد مع آدم والناس، اللي راهو في رادار نادي روما ونادي نابولي الإيطالي أيضا. واللاعب الآخر هو اللاعب رياض بودبوس، لاعب نادي مونبيلي الفرنسي، اللي حدد فريقه مونبيلي قيمة سلاح بودبوس ب 15 مليون أورو. وهناك أندية فرنسية إيطالية وإسبانية وإنجليزية راهي حابة تتعاقد مع لاعب رياض بودبوس، مثل نادي نيوكاسل ونادي ليون ونادي سيلتا فيغو الإسباني. واللاعب الآخر هو اللاعب بالقروي، لاعب الترجي التونسي، اللي سينتهي عقده في جوان الحالي مع فريق الترجي التونسي. وهناك نادي الزمالك ونادي موريرانسي البرتغالي. هذه الأندية اللي راهي حابة تتعاقد مع اللاعب بالقروي في الوقت الحالي. وحسب آخر الأخبار اللاعب بالقروي راهو يتفاوض مع نادي موريرانسي البرتغالي في الوقت الحالي. كان معكم سليم، ما تنساوش تابوني في القناة يوتيوب تاعي وديروا جيم في لاباج فيسبوك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.